اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا محشي الفلفل. عندنا حوالي نص كيلو محشي فلفل رومي، وعندنا على النار حوالي 3 بصلات صغيرين متقطعين، وهنحمرهم كويس في زيت او سمنة. وعندنا حوالي مكعب مرقة، هنقلبهم كويس على النار، وهنحط ملح وفلفل وكمون وبهارات على حسب الرغبة بتاعتنا، وممكن شطة. وبعدين هنضرب في الخلاط حوالي 3 حبات طماطم. ممكن نضيف لهم ميه، وممكن نحط صلصة، معلقتين صلصة. وعندنا خضرة المحشي، آه، كزبرة وبقدونس وشبت، هنقطعهم كويس ونحطهم مع حوالي ربع كيلو رز، والرز اكيد هيكون مغسول. وهنقلبهم بس على النار، ياخدوا بس تقليبة كده ونطفي عليهم، وكده الرز يكون جاهز. عندنا الفرشة من تحت، ممكن نحط كرومب او شبت او بقدونس، اي فرشة. وبعدين هنبتدي نقطع الفلفل بتاعنا، هنشيل الراس بتاعته، وبعدين من جوه هنبتدي ننضفه زي ما حضراتكم شايفين بسكينة تكون رفيعة. هنشيل كل البذر بتاعه كويس وننضفه كويس. نشيلنا القلب بتاعه وهنبتدي ننضفه من كل البذر اللي جوه. وبعدين هنحط المحشي الرز بتاعنا حوالي معلقة ونص في كل واحدة على حسب حجمها، بس اهم حاجة ما نملهاش على الاخر عشان الرز بينفش، وعشان ما تطلعش بره الفلفلة نفسها. ودي الفلفلة التانية برضو نفس القصة، هنبتدي نحط بس ما نملهاش على الاخر. في ناس بتحب تحط الغطا الراس بتاعة الفلفل وتسويه بيه، وفي ناس لأ، فدي على حسب الرغبة. وبعدين هنضرب في الخلاط حوالي حباية طماطم، وهنزودها مية، وبعدين هنحطها على الحلة بتاعتنا اللي على النار، ونوطي عليه نهديه خالص، ونحطها هي حوالي تبقى كوباية أو كوباية إلا ربع. وبعد ما يستوي هيكون ده شكله، واتمنى ان هو يكون عجب حضراتكم وتجربوه، ومزيد من الاكلات الجميلة على مطبخ السعادة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة، وبمزيد من الاكلات الجميلة والشهية على مطبخ السعادة.